خليني اسالك سؤال سريع. لو انت قدامك حد الماني او شخص الماني وعايز تقول له مثلا تعالى هنا، اقفل الباب، روح اعمل اي حاجه، هتعملها ازاي؟ الغريب بقى ان ده اسهل حاجه ممكن تعملها لو انت بتتكلم الماني. في الفيديو ده هتفهمها صح بطريقه سهله جدا بالامبراتيف. الدرس اللي معانا النهارده هو الامبراتيف، أداة الأمر في اللغة الألمانية. بس الغريب بقى إن الامبراتيف مرتبط بضمائر المخاطب اللي هم دو اللي هو أنت، و إيه اللي هو أنتم، وزي اللي هو حضرتك أو حضراتكم. لو فهمت التلاتة دول هتفهم جزء كبير جدا من الكلام اليومي في الألماني. نبدأ بأول ضمير معانا، وده أسهل ضمير وأكتر ضمير بنستخدمه في الامبراتيف، وهو ضمير دو اللي هو أنت. دو أنت. بس طبعا ده بنستخدمه مع حد أنت عارفه كويس، ليك معرفة عليه، صاحبك، أخوك، حد يكون زي ما قلنا أنت عارفه. ما ينفعش طبعا تبقى حد أول مرة تتعامل معاه أو حد أول مرة تشوفه وتقول له دو، لا، لازم تقول له زي اللي هي زي الاحترام. فبنطبق الامبراتيف مع الضمير دو سهل جدا. بنجيب الفعل بنشيل منه الاي ان بس. ثم يشبيه معانا فعل كومن. كومن يعني يأتي. بتطبق في الامبراتيف مع الضمير دو بتبقى كوم. كوم يعني انت بص يعني لو انت عايز تقول حد اللي هو دو اللي هو انت، لو انت عايز تقول له تعالى، بس ده بصيغة الامبراتيف اللي هي الامر، بتقول له كوم بس. ولا لا بنحط الضمير ولا بنحط حاجة تانية، بنقول كوم بس، بنشيل من الفعل الاي ان بس. شفت الموضوع سهل ازاي؟ فبناخد افعال تانية معانا. ثم يشبيه معانا فعل جين. جين يعني يذهب. تطبق في الامبراتيف مع الضمير دو تبقى جي. جي يعني اذهب. طبعا انت كده بتؤمر. جي لا بنحط دو ولا بنحط حاجة، بنشيل بس الاي ان من الفعل. جي. فعل معانا بعد كده فعل ماخن. ماخن يعني اعمل. بنشيل الاي ان تبقى ماخ. ماخ يعني اعمل. الفعل اللي معانا بعد كده فعل هيرن. هيرن يعني يسمع. طبق مع الامبراتيف مع الضمير تبقى هير. هير يعني اسمع. زي ما احنا عارفين ان لما تيجي ار في اخر يعني في اخر الفعل او في اخر الكلمه مش بتتنطق، هنشيل لين من فعل هيرن تبقى هير. ده طبعا مع الضمير دو. انت بتأمر حد تقول له هير يعني اسمع. طيب خلينا ناخد جملة صغيرة نطبق فعل مع جملة عشان نبقى برضو طبقناها مع الفعل وطبقناها مع جملة صغيرة. ثم يشبيه الفعل لينن. لينن يعني يتعلم. لو عايزين نطبقها مع الضمير دو اللي هو انت، يعني انت بتأمر حد بتقول له اتعلم. ثم يشبيه لين دوتش. لين دوتش يعني اتعلم ألماني. طيب نيجي مع الضمير اللي بعد كده اللي هي ايه اللي هو انتم. ايه اللي هو انتم. فعل كومن بنشيل الاي ان ونحط تي. بنشيل الاي ان من الفعل ونحط تي. هتبقى بدل ما نقول كومن تبقى كومت. كومت يعني انتم تعالوا. فعل معانا تاني فعل جين. جين يعني يذهب. بدل ما تبقى جين هتشيل الاي ان ونحط تي، هتبقى جيت. جيت. فعل مخن. بدل ما يبقى فعل مخن بنشيل الاي ان ونحط تي. ثم يشبيه عايز اقول لهم يعملوا ده هتبقى مختص. مختص يعني اعملوا ده. بعد كده معانا الضمير زي، بس احنا الضمير ده بيختلف شوية لان احنا بنضيف الضمير مع الفعل والفعل بينزل زي ما هو. زي الاحترام. لما تيجي تكلم حد بشكل رسمي وعايز تأمره بشكل رسمي بتقول له ثم يشبيه كومن زي. كومن زي يعني تعالى حضرتك. في الامبراتيف لما نيجي نطبق الامبراتيف مع الضمير زي الاحترام حضرتك او حضراتكم، بنضيف الفعل زي ما هو ونحط زي في الاخر. ثم يشبيه زي ما قلنا كومن زي. كومن زي او جين زي. جين زي يعني امشي او اذهب. فعل تاني ماخن زي. ماخن زي يعني اعمل حضرتك او اعمل ده حضرتك. طيب جملة صغيرة لو انت عايز تقول لحد تأمر حد ان هو يسمع، ثم يشبيه تبقى hören Sie bitte. hören Sie bitte يعني اسمع حضرتك. طيب هناخد بقى كام مثال صغير كده نطبقهم على الامبراتيف أداة الأمر. لو انت قدامك حد وعايز تقول له تعالى هتقول له ايه؟ تقول له come here. come here يعني تعالى هنا. بس انت كده بتصرف مع الدو اللي هو انت. مع الضمير زي اللي هو الاحترام تبقى kommen Sie bitte. kommen Sie bitte يعني تعالى حضرتك. مع الضمير ايه اللي هو انتم ثم يشبيه kommt schnell.
kommt schnell يعني تعالى بسرعة. مثال تالت lernt Deutsch. lernt Deutsch الكلام بتقول يعني مثلا لكذا حد قدامك اتعلموا ألماني، مع الضمير أنتم زي ما اتفقنا بنشيل ال en ونحط t تبقى lernt Deutsch. لو فهمت الامبراطيف وفهمت تطبقه ازاي وفهمت القاعدة كويس، مستنيك اكتب جملة في كومنت بالامبراطيف عشان نشوف انت فهمته فعلا ولا لا. لو وصلت لحد هنا متنساش تصلي على النبي كتير وتعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ولو عايز تتعلم ألماني بطريقة سهلة وسلسة متنساش تبعت رسالة على رقم الواتساب في الوصف. وسلام.